بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي واخواتي عاملين ايه؟ جايين بعد نهاية الصراع، بعد اشهر طويلة من القتال والخناق والصراع حتى اللحظة الأخيرة ما بين الثلاث فرق المتصدرين جدول الدوري المصري. نادي الزمالك متصدر الدوري، والتاني نادي بيراميدز، والتالت كان النادي الأهلي. لو جيت تسأل أي حد هيتكلم هيقول لك بأن الزمالك كانت حظوظه أكبر، حتى بعد خسارة الكونفدرالية الأفريقية. ليها ما ليها وعليها ما عليها، خلاص احنا مش هنتكلم في الموضوع، خلاص هو الزمالك خسر البطولة وخلصت. ولكن حتى لو كان حد بيشجع النادي الأهلي كان هيبقى عنده برضه أمل في إن ممكن تحصل أي حاجة. ولكن النهاردة نادي الزمالك حسم المباراة بهدف للا شيء، هدف الدوري زي ما بنقول، هدف لعدي الدباغ، الهدف العاشر لعدي الدباغ. وزي ما بيقولوا، زي ما كان التيفو الاولاني اللي كان بادئ بيه جمهور نادي الزمالك، كانوا بيهدوا الدوري او بيسموا الدوري ده دوري خاص بلاعب عندهم واتوفى، لاعب نادي الزمالك محمد صبري. وكان في بعد المباراه عيط كابتن محمد شحاته لانه افتكر والده وافتكر اللي حصل في ماتش الكونفدراليه، اللي كان نفس كل اللعيبه ان هم ياخدوا اللقب. مبروك مبروك لنادي الزمالك، مبروك لنادي الزمالك الدوري ال 15، مبروك لكل لعيبه نادي الزمالك، مبروك لكل جمهور نادي الزمالك اولا قبل اي حد، لان ما كانش حد مقتنع بانهم ممكن ياخدوا الدوري قد ما كان جمهور نادي الزمالك مقتنع بانهم ممكن ياخدوا الدوري، وعندهم امل انهم ياخدوا الدوري. الجمهور مش اللعيبه ولا الاداره ايا كانت هي مين. جمهور نادي الزمالك هو اللي كان عنده امل في ان هو ياخد الدوري. جمهور نادي الزمالك اللي وقف جنب النادي في ظل الازمات اللي كانت موجوده، واهمها كان ايقاف القيد، مفيش صفقات، مفيش فرقه، مفيش لعيبه جديده، مفيش فلوس اصلا في النادي، المكان بتاع النادي اتاخد منهم ومكان جديد، في حاجات كتير حصلت. وعلى الرغم من كده جمهور نادي الزمالك كان لسه واقف برضه جنب النادي. الثلاث مباريات خلصوا بفوز نادي الزمالك 1-0 عدي الدباغ، فوز نادي الاهلي 2-0 الهدفين سجلهم تريزيجيه، وفوز نادي بيراميدز 2-1 الهدفين بتوع بيراميدز سجلهم زلاكا وناصر ماهر. وبالتالي هيفضل جدول الدوري زي ما هو، كان الزمالك متصدر ب 53 نقطة أصبح 56 نقطة، بيراميدز كان الثاني ب 51 نقطة أصبح 54 نقطة، الأهلي كان 50 نقطة أصبح 53 نقطة. يبقى الزمالك أول الدوري، بيراميدز ثاني الدوري، والأهلي ثالث الدوري، وسيراميكا الرابع. تحيه لكل كل لعيبه نادي الزمالك اللي لعبت مع النادي واللي اجتهدت مع النادي، واللي الدوري ده بتاعهم، من محمد عواد اللي نزل في وقت صعب، لمحمد ابراهيم، لحسام عبد المجيد، محمود بن تايج، محمد السيد، محمد شحاته، عبد الله السعيد، خوان بزيره، عضيه الدباغ، شيكو بنزا، حدث ولا حرج، ناصر منسي، عبد الله السعيد، سيف الدين الجزيري، ادم كايد، احمد عبد الرحيم. قول كل اللعيبه، المهدي سليمان طبعا، قول كل اللعيبه اللي في دماغك، قولها. شكرا لكل اللعيبه. وفي الاخر الدوري في 100 عقبه، الدوري ال 15. رقم سريع كده قبل ما نخش للتشكيلات والخطط. زي ما قلنا كان صراع ثلاثي ما بين الفرقتين، ما بين الثلاث فرق، وده الدوري ال 15 لنادي الزمالك. كابتن معتمد جمال اتضاف للقائمه، لقائمه المدربين التاريخيين لنادي الزمالك. هم 12 مدرب، اولهم او بدايتهم كان جوزيف فاندلر. خلينا نجيب اللي خدوا لقبين مع نادي الزمالك مدربين. اليوغوسلافي جوزيف فاندلر خد مرتين الدوري، 63 64 و64 65. والاسكتلندي ديف ماكاي خد 91 و92 و92 و93.
وطبعا كلنا عارفين اللي هيجي اللي هو كابتن جوزفالدو فيريرا او جوزفالدو فيريرا البرتغالي، خد 2014 2015، وفي الرجعه الثانيه خد 2021 2022. اللي خدوا الدوري مره واحده مع نادي الزمالك ايفان ستيفوفيتش 59 60، وزكي عثمان 77 78، واوتو فيستر 2000 2001، محمود ابو رجيله 83 84، عصام بهيج 87 88، كارلوس كابرال 2000 2002 2003، نيلو فنجادا 2003 2000 2004. وبرضه اللي جاي كلنا هنبقى برضه عارفينه، كل جمهور نادي الزمالك عارفه لانه عصره، باتريس كارتيرون 2020 2021، واخيرا كابتن معتمد جمال الحائز على لقب ال 15 لنادي الزمالك 2025 2026. نادي الزمالك النهارده بدأ بتشكيلته المعهوده مع بعض التعديلات البسيطه، طبعا لاصابه المهدي سليمان مكمل محمد عواد في حراسه المرمى. محمد عواد كان بيلعب 4-3-3، محمد ابراهيم، السيد اسامه، وحسام عبد المجيد، ومحمود بن تايج، محمد السيد ومحمد شحاته وعبد الله السعيد، وثلاثي هجومي خوان بزيره وعدي الدباغ وشيكو بنزا. الفكره كلها كانت لنادي الزمالك ان هو يستحوذ على الشوط الاولاني ويقدر على قد ما هو قادر طول الشوط الاولاني انه يجيب جون واثنين وثلاثه ويقف لحد كده، والشوط الثاني يعتبر هيكون مضيعه للوقت بس على التتويج، وهو ده اللي حصل فعلا. الشوط الاولاني في الدقيقه الثامنه الجون الاولاني من عدي الدباغ، وفي الدقيقه 48 في بدايه الشوط الثاني هدف ملغي لشيكو بنزا كان اوفسايد، وكان في ضربه جزاء لصالح نادي سيراميكا كليوباترا لعرقله محمد عواد لحسين السيد، واضاعها احمد بالحاج لاعب نادي سيراميكا. ده كل اللي نقدر نتكلم عليه عن ماتش الزمالك. مبروك نادي الزمالك، مبروك لكل مشجعي نادي الزمالك. كمان النهارده الاحتفاليه بالدوري كانت جميله جدا، الشكل العام كله كان كويس، كل حاجه كانت كويسه ما عدا اللي انا جاي اتكلم عليه دلوقتي. النادي الاهلي بجد الواحد على قد ما هو عايز يتكلم بس انا مش قادر اتكلم. اول مره اشوف الاهلي كده، وقلتها في فيديوهين 3 فاتوا، اول مره اشوف الاهلي بالمنظر ده، اول مره اشوف الاهلي ما هوش مش قادر، او انا مش حابب ان انا اتفرج على الاهلي، بلاش مش قادر. ده لو احنا بنحسب المصري فرقه، مع احترامنا للجميع يعني، لو احنا بنحسب المصري فرقه المفروض ان انا افرح بان انا فزت عليها 2-0. انا مضيع الدوري اصلا من زمان. تخيل رقم كده بيقول ان الاهلي لاول مره من 2003 يغيب عن دوري ابطال افريقيا. ده رقم من 2003 الاهلي غايب عن دوري ابطال افريقيا. يعني انت بقالك 25 سنه ما غبتش عن دوري ابطال افريقيا، وجاي النهارده تغيب برغم كل الصفقات وكل اللعيبه اللي انت جبتها والفرقه اللي انت عاملها. الواحد عايز يمسك لسانه علشان في كلام كتير قوي، الواحد لو اتكلم هيغلط. اول قرار من كابتن محمود الخطيب لازم اقاله لجنه التعاقدات، لازم لازم لازم، واي لاعب مش عاجبه الفرقه وما هوش قادر يلعب داخل الفرقه يغور في 60 داهيه ايا كان هو مين. كان كابتن، كان تاني كابتن، كان تالت كابتن، كان جايب 200 مليون، اي لاعب ايا كان ايه وضعه داخل النادي يمشي. عايز يمشي غور في داهيه، لان انا ما بقاش صارف كل ده وجايب كل الفلوس ديت وصرفت وجبت لعيبه وفي الاخر اصعد كونفدراليه افريقيه. مش عارف اغلب لا بيراميدز ولا الزمالك ولا عارف اغلب حد اصلا. انا فرحان بان انا كسبت سيراميكا والمصري. انت في اضعف موسم للفرق الافريقيه عموما، اضعف موسم للفرق الافريقيه عموما. انت السنه دي ما قدرتش تاخد بطوله افريقيا، بطوله دوري ابطال افريقيا، على الرغم ان مستوياتهم اضعف من السنه اللي فاتت، بس ده دليل ان انت مستواك اضعف منهم. ده دليل يبين لك ان انت كل اللي انت عملته دوت انت ستيل لسه برضه ضعيف قدام الفرق.
سواء كانت مصريه او كانت افريقيه او حتى عربيه. لازم حل، لازم حل، لازم تفوير للفرقه، الفرقه كلها تتفور. اللي عاجبه يلعب يلعب، واللي مش عاجبه يا جماعه مع السلامه. الاهلي ما بيقفش على حد، لان ده مش منظر، ده مش شكل فرقه بتلعب كوره اصلا، ده مش شكل لعيبه ليها نفس اصلا تلعب كوره. الاهلي النهارده كان بيلعب بخطته المعتاده 4-2-3-1. شوبير في حراسه المرمى، قدامه 4 محمد هاني وياسر ابراهيم وياسين مرعي ويوسف بالعمري، قدامه 2 مروان عطيه وامام عاشور، قدامه 3 تريزيجيه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ومهاجم وحيد كان اشرف بن شرقي. تريزيجيه سجل الجون الاولاني في الدقيقه 2. وطبعا ما ننساش الطرد بتاع كابتن ياسين مرعي، اللي انا شايف ان في تحامل شويه على ياسين مرعي، ولكن الطرد ايا كان. الطرد ياسين مرعي في الدقيقه 38، اربك الخطه نفسها والفكره نفسها بتاعه الماتش. كان ممكن ان احنا نطلع مغلوبين كمان من المصري. بعد طرد ياسين مرعي كابتن يسترب سحب حسين الشحات ونزل هادي رياض عشان يعوض مكان طرد ياسين، وبقيت انت من الدقيقه 40 او 41 بتلعب ناقص لاعب. يعني لعبت 4 دقائق و3 وقت بدل ضايع، عدا 7، والشوط كامل من 50 دقيقه او من 49 دقيقه انت بتلعب ناقص لاعب. ومفيش من بعدها، مفيش. هو الهدف الثاني من تريزيجيه في اخر المباراه. طبعا كان نزول لاليو ديانج في اخر مباراه ليه مع نادي الاهلي بعد انضمامه لنادي فالنسيا ببلاش. نزول محمد شكري ومروان عثمان وزيزو، نزولهم الثلاثه كانوا في اخر المباراه. ما عادش عندي كلام اقوله والله، عشان انا لو اتكلمت اكتر من كده انا هغلط. كل اللي عايزين نقوله مبروك لنادي الزمالك. اخر حاجه خالص، مبروك لنادي الزمالك فوزه باللقب ال 15. شكرا لكل لاعيبه الزمالك. الشكر موصول لكابتن معتمد جمال. الشكر موصول ايضا لجمهور نادي الزمالك الوفي جدا للنادي بتاعه، اللي كان دايما جنب النادي في الازمات وفي الفرح، في كل حاجه دايما جمهور نادي الزمالك معاه. اتمنى اشوف احسن لكل الفرق المصريه. اتمنى القيد يتفك عن نادي الزمالك ويكون احسن السنه الجايه ويعمل الصفقات اللي هو محتاجها. اتمنى اشوف حاجه جديده من النادي الاهلي، اتمنى اشوف مستوى اعلى من النادي الاهلي. اتمنى ان احنا نركن كل الكره المصريه بقى على جنب دلوقتي ونركز مع المنتخب لنهائيات كاس العالم. لازم نركز عشان كاس العالم، عشان مش كل سنه هنطلع ونجيب بعضنا ونروح مشاركه شرفيه لل3 مباريات ونيجي. اتمنى ان اشوف منتخب مصر في مستوى احسن كمان في كاس العالم، ونعدي دور المجموعات، وليه لا نعدي كمان الدور اللي بعد دور المجموعات. شكرا، مبروك لنادي الزمالك. ما عادش عندي كلام تاني اقوله. كل اللي انا بتمناه منكم ان انتوا تزودوا الاشتراكات، المشاهدات في الواقع ما عادش حد بيشاهد، اتمنى الكل يشاهد، اتمنى نشير الفيديوهات، نكون مع بعض دايما. جاهز لكم حاجات كتير قوي عشان كاس العالم. اتمنى اشوفكم على خير. شكرا.